ألم وورم بسيط وأنا قادر أحط رجلي على الأرض، يبقى احنا بنتكلم في الدرجة الأولى. الدرجة الثانية يبقى احنا بنتكلم في ألم وورم متوسطين. طب والفرق ما بين القليل والمتوسط إيه؟ خبرة طبيب. طيب والثالثة شديد، ورم شديد ومش قادر يمشي أصلا على رجليه. طيب إيه الفحوصات اللي احنا بنعملها؟ أشعة عادية وأشعة مقطعية. أنت بتتكلم كده في إن أنا عايز أخلي يعني إن العظم سليم، أتأكد إن العظم سليم. والمقطعية ديت لما بقى شاكك في حاجة. طب والرنين ما بنطلبهوش في الأول، بس مع استمرار عدم تحسن الحالة أو أصلا هو جاي بعد سنة من الإصابة، فغالبا بنعمل رنين عشان نشوف حالة الرباط.